يوم 1 مارس 1811 القاهرة صحيت على كابوس شليح، شلال دم حقيقي نازل من بوابة القلعة ومغرق البيوت تحت. فوق في الممر الضيق كان فيه 470 جثة متكومة، لابسة حرير وألماظ ومتقطعة بالرصاص. دي ما كانتش خناقة، دي كانت أقذر عزومة في التاريخ. محمد علي باشا قرر ينهي حكم 600 سنة للمماليك في فنجان شاي واحد. استعد عشان اللي جاي كله دم وخيانة. عشان تفهم ليه العقلية الداهية بتاعت محمد علي وصلت لمرحلة إنه يعمل مجزرة بالبشاعة دي، لازم أدخلك جوه الكواليس وتشوف الصورة من قريب. المماليك في الوقت ده ما كانوش مجرد حزب سياسي معارض أو شوية ناس طمعانين في السلطة، دول كانوا الدولة العميقة اللي متجزرة في كل شبر في مصر بقالها أكتر من 600 سنة. المماليك كانوا عبارة عن مافيا مسلحة، عايشين في قصور فخمة في الأزبكية، لابسين حرير مقصب بالذهب، راكبين خيول تمنها ميزانية دولة، ومسيطرين على كل حاجة. بياخدوا الضرايب من الفلاحين بالكرباج، متحكمين في التجارة، والأهم من ده كله كانوا شايفين نفسهم أسياد البلد، وإن الشعب ده مجرد عبيد بيخدموهم. مفيش والي عثماني كان بيتبعت يمسك مصر إلا وبيكسروا عينه، ولو فكر يرفع راسه كانوا بكل بساطة بيطيروا رقبته أو يطردوه بفضيحة. لحد ما ظهر في المشهد ضابط ألباني عينه مليانة ذكاء وطموح ملوش حدود، محمد علي باشا. الراجل ده بعبقرية سياسية قدر يركب موجة غضب المصريين وشيوخ الأزهر ويجبر السلطان العثماني إنه يختم على قرار تعيينه والي على مصر. بس بمجرد ما محمد علي قعد على كرسي الحكم في القلعة اكتشف الحقيقة المرة. هو بيحكم القلعة بس، لكن مصر كلها تحت إيد المماليك. المماليك كانوا بيبصوا لمحمد علي باحتقار شديد، في نظرهم هو مجرد عسكري مرتزق حظه حلو وسرق الكرسي بتاعهم، وبدأوا يوروه النجوم في عز الظهر، يقطعوا طرق التجارة في الصعيد، يسرقوا قوافل القمح عشان يجوعوا القاهرة ويقلبوا الشعب عليه، وعملوا أكتر من محاولة لاغتياله. محمد علي كان بينام وعينه مفتوحة، حرفياً قاعد على كف عفريت، وعارف إن طموحه في بناء إمبراطورية هيتدفن في تراب مصر لو المماليك دول فضلوا يتنفسوا. المعادلة بقت صفرية، يا إما هم يبقوا تحت الأرض يا إما هو اللي يطير. وفي عز الخنقة وحالة البارانويا دي الباب بيخبط وتدخله رسالة قلبت الموازين كلها. فرمان مستعجل من السلطان العثماني في الأستانة بيقول له بحسم: جهز جيشك فوراً وابعته بقيادة ابنك طوسون عشان يحارب ويقضي على الحركة الوهابية في شبه الجزيرة العربية. الرسالة دي بالنسبة لمحمد علي كانت بمثابة حبل المشنقة اللي بيتلف حوالين رقبته. السلطان حطه في كماشة قاتلة، لو رفض ينفذ الأمر السلطان هيعتبره متمرد وخاين وهيبعت له جيش جرار يعزله ويعدمه، ولو نفذ الأمر وبعت جيشه الأرناؤوط بره مصر ظهره هيبقى مكشوف تماماً. والمماليك اللي مستنيين اللحظة دي بفارغ الصبر في خلال 24 ساعة هينقضوا على القاهرة، يحتلوا القلعة ويطيروا رقبته ويعلقوها على باب زويلة كالعادة. محمد علي لقى نفسه محصور في زاوية مفيهاش أي مخرج. فكرة إنه يحارب المماليك في شوارع القاهرة فكرة غبية، لأنها هتقلب بحرب أهلية وتدمر العاصمة وتخسروا جنوده اللي محتاجهم للسفر. كان لازم يفكر بره الصندوق، كان محتاج خطة شيطانية تخلصوا من قيادات المماليك كلهم أو حوالي 470 قائد في ضربة واحدة في مكان واحد ومن غير ما يخسر عسكري واحد من جيشه. فضل محمد علي يلف في أوضته في القلعة ليالي طويلة لحد ما فجأة عينه لمعت ببريق المكر وابتسم ابتسامة خبيثة. الخطة اكتملت في دماغه: بما إني ما أقدرش أعرف لهم، أنا هجيبهم لحد عندي برجليهم وهخليهم هم اللي يطلبوا يدخلوا المصيدة. وهنا بدأت تجهيزات أدمى وأقذر عزومة في تاريخ البشرية. محمد علي باشا الثعلب اللي ما بيعملش خطوة غير وهو حاسبها 1000 مرة، قرر يقلب السحر على الساحر. الرسالة اللي جات له من السلطان العثماني عشان يبعت الجيش بدل ما تكون حبل مشنقة قرر يحولها للطعم المثالي اللي هيصطاد بيه كل زعماء المماليك في شبكة واحدة. الخطة كانت قايمة على اللعب على أكبر نقطة ضعف عند المماليك: الغرور والكبرياء. محمد علي بعت رسائل ود ومحبة لكل أمراء وقادة المماليك في كل أنحاء مصر، حوالي 470 قائد وزعيم. الدعوة كانت بتقول بمنتهى الرقي: بمناسبة تنفيذ أمر السلطان أنا عامل احتفال عظيم يوم 1 مارس 1811 في القلعة، عشان ابني طوسون باشا هيلبس خلعة القيادة ويستلم راية الجيش، ودي مناسبة ما تكملش من غير حضوركم، انتوا كبارات البلد، ولازم نتجمع نصفي النفوس ونحتفل كلنا مع بعض وتاكلوا من زادي. المماليك في البداية كان عندهم شك: محمد علي
بيعزمنا احنا؟ الراجل اللي حاولنا نقتله كذا مرة أكيد في حاجة غلط. بس هنا الغرور اتدخل وعماهم تماما. قعدوا مع بعض وقالوا محمد علي جاب ورا، هو عارف انه هيبعت جيشه بره مصر، وعارف انه من غيرنا مش هيعرف يحمي كرسيه، فهو بيعمل العزومة دي عشان يخطب ودنا ويعلن خضوعه لينا رسمي قدام الناس. المماليك شافوا ان دي فرصتهم الذهبية عشان يستعرضوا قوتهم وعظمتهم في قلب مقر حكمه، ويثبتوا للكل مين اللي بيحكم مصر بجد. فقرروا يروحوا، بس مش أي مرواح، دول قرروا يروحوا في أبهى وأغلى صورة ممكن تتخيلها. يوم 1 مارس 1811 شمس القاهرة طلعت على مشهد مالوش مثيل. 470 قائد مملوكي صفوة الصفوة ماشيين في شوارع القاهرة في موكب يهز الأرض، لابسين أفخم العبايات الحرير المقصبة بخيوط الذهب والفضة، عمائمتهم مرصعة بالألماس والأحجار الكريمة، راكبين أغلى وأنقى الخيول العربية الأصيلة اللي متزينة سروجها بالذهب. كانوا رايحين يستعرضوا، مش رايحين يحتفلوا. كل مملوكي كان شايل أسلحته المطعمة بالعاج كنوع من الزينة والمنظرة، وما كانش في دماغ أي واحد فيهم ذرة شك إن دي آخر مرة هيشوفوا فيها نور الشمس. بوابات القلعة اتفتحت على مصراعيها تستقبل ضيوف الشرف. دخلوا بفرسانهم وخيولهم لساحة القلعة، وهناك كان مستنيهم محمد علي باشا بشحمه ولحمه. استقبلهم بابتسامة عريضة جدا، وش بيضحك وكلام كله ترحيب وتفخيم. نورتوا القلعة يا كبارات مصر. دخلهم قاعة الاستقبال الكبرى، وبدأ الفدم يوزعوا عليهم الشربات والحلويات والقهوة العربي. بعد ما شربوا القهوة وضحكوا وحسوا إنهم ملوك الليلة، محمد علي وقف وابتسم وقال لهم يلا بينا يا كبارات مصر، الموكب جاهز عشان ننزل من القلعة في موكب مهيب ونستعرض الجيش. محمد علي كان راسم ترتيب الموكب لاب بعبقرية شيطانية، ترتيب هندسي ما يخطرش على بال إبليس نفسه. خلى قوات من الجيش العثماني يمشوا في أول الصف، وراهم فرقة من الانكشارية، وبعدين في النص الحشو 470 قائد مملوكي بخيولهم وزينتهم، وفي الآخر خالص في ديل الموكب حط فرقة الأرناؤوط، ودول حرسوا الألباني الخاص أشرس جنوده واللي واخدين أوامر المذبحة السرية. الموكب بدأ يتحرك ونازل من فوق من قلب القلعة في اتجاه مخرج محدد اسمه باب العزب. عشان تعيش الرعب صح لازم تتخيل هندسة طريق باب العزب ده عاملة ازاي. ده مش شارع عادي، ده ممر منحدر لتحت، يعني نازلين بميل محفور في قلب الصخر ضيق جدا لدرجة ان الخيول ماشية تخبط في بعض، وعلى اليمين والشمال أسوار حجرية شاهقة الارتفاع ملسة ومستحيل أي بشر يتسلقها. يعني حرفيا انت بتدخل جوه خندق ملوش غير دخلة وخارجة واحدة. المماليك ماشيين جوه الممر الضيق ده، صوت حوافر الخيل بيرن في المكان الصخري، والسيوف بتاعتهم بتخبط في بعضها، وهم لسه رافعين راسهم لفوق بغرور، ومش في دماغهم أي حاجة غير إنهم طالعين يستعرضوا قوتهم قدام عوام الشعب في الشوارع اللي بره القلعة. وأول ما القوات اللي في أول الموكب اللي هم العثمانيين والانكشارية عدوا وخرجوا بره بوابة باب العزب بالكامل، فجأة ومن غير أي إنذار صدر الأمر. البوابات الخشبية الضخمة جدا المصفحة بمسامير حديد اتهبدت واتقفلت بكل قوة. صوت قفلة الباب والمزاليد الحديد وهي بتترد عملت صدى مرعب هز جدران الممر الصخري. المماليك اللي في الأول وقفوا مخضوضين، الخيول بتاعتهم بدأت تتوتر وتصهل من الخضة. القادة اللي ورا حاولوا يلفوا بخيولهم عشان يرجعوا لساحة القلعة تاني يشوفوا ايه اللي سد الطريق، فلقوا ان الجنود الأرناؤوط اللي كانوا ماشيين في آخر الموكب فجأة وقفوا، سدوا طريق الرجوع تماما ووجهوا بنادقهم لتحت. في كسر من الثانية الصمت الرهيب نزل على المكان. الابتسامات اللي كانت مرسومة على وشوش المماليك من دقايق وهي بتشرب القهوة اختفت وتحولت لرعب خام. بصوا للباب الحديد المقفول قدامهم، وبصوا للطريق الرجوع المسدود بالبنادق وراهم، وبعدين رفعوا عينيهم لفوق للأسوار الصخرية العالية اللي محوطاهم من كل ناحية، وهنا الدم نشف في عروقهم. أدركوا الكارثة، أدركوا إن العزومة والابتسامة والقهوة كله كان حتة جبنة في مصيدة. أدركوا إنهم متسابوش في ممر، دول اتحشروا حيين جوه تابوت صخري، وإن محمد علي قفل عليهم باب الجحيم بإيديه ومفيش مخرج. لحظة الصمت والرعب اللي عاشها المماليك وهم بيبصوا للباب المقفول ما كملتش ثواني. قبل ما أي قائد مملوكي يلحق يمد إيده يسحب سيفه من الجراب، صدرت إشارة الموت من جنود الأرناؤوط. فجأة ومن فوق الأسوار الصخرية العالية جدا اللي محوطة الممر من اليمين والشمال ظهرت فوات البنادق.
حرس محمد علي كانوا متمركزين فوق الأسوار زي القناصة، بيبصوا لتحت على 470 قائد مملوكي كأنهم فيران تجارب محبوسين في علبة مقفولة ومفيش أي مكان يستخبوا فيه. وفجأة الجحيم اتفتح، وابل من الرصاص بدأ ينزل زي المطر من كل اتجاه. صوت البارود وهو بيضرب في الأماكن الصخرية المقفولة كان بيعمل صدى بيصم الودان. الرصاصة الأولى لما انضربت المكان اتحول لمفرمة لحم حقيقية. الخيول العربية الأصيلة اللي متعودة على ساحات الحروب المفتوحة اتجننت من صوت الرصاص المحصور في الممر الضيق. الخيل بدأت ترفس وتصهل بهستيريا وتخبط في بعضها وتوقع الفرسان من على ظهورهم. المماليك اللي كانوا من دقايق ماشيين بغرور وبيرعبوا مصر كلها بقوا بيقعوا تحت حوافر خيولهم، واللي بينجوا من دهس الخيل كانت رصاصة الأرناؤوط بتصطاده من فوق وتفجر دماغه. تخيل معايا المشهد المرعب، أعظم فرسان في الشرق معاهم سيوف من دمشق وخناجر مطعمة بالذهب، بس سلاحهم ده كله ملهوش أي 30 لازمة. هيعملوا إيه بالسيف والبنادق بتضرب عليهم من ارتفاع 15 متر؟ المماليك بقوا بيجروا بهستيريا في الممر الضيق، بيحاولوا يستخبوا ورا جثث زمايلهم أو ورا الخيول اللي ماتت. في منهم اللي من كتر الرعب واليأس حاولوا يتسلقوا الأسوار الحجرية الملساء بضوافرهم، فكانوا بيبقوا صيد سهل جدا للجنود اللي فوق، يضربوهم بالرصاص فيقعوا على الأرض جثث هامدة. العبايات الحرير الفاخر اتمزقت، والعمامات المرصعة بالألماظ اتداست تحت الجزم وحوافر الخيل، والذهب اختلط بالطين والبارود. الرصاص ما كانش بيفرق بين قائد كبير ولا شاب صغير. تعليمات محمد علي كانت واضحة، مفيش مخلوق لابس لبس المماليك يخرج من الممر ده بيتنفس. المذبحة دي ما خلصتش في دقايق، دي استمرت لساعات. الجنود كانوا بيضربوا نار ويعمروا بنادقهم ويضربوا تاني لحد ما حرفيا ما بقاش فيه حاجة بتتحرك تحتهم غير الدخان. ومن كتر كمية الجثث والدم اللي اتصفى من 470 بني آدم ومئات الخيول وطبيعة الممر المنحدرة، الدم اتجمع وعمل شلال أحمر لزج ومرعب بدأ يسرب من تحت بوابات باب العزب الخشبية المقفولة وينزل لشوارع وميادين القاهرة اللي بره. عوام الشعب اللي كانوا واقفين بره مستنين الموكب يطلع عشان يتفرجوا عليه لقوا الدم طافح عليهم من تحت الباب، فعرفوا ان اللي جوه ده مش احتفال، دي مسلخ بشري بيعلن نهاية عسق كامل. وسط ريحة الموت الكتمة وصوت الأنين اللي طالع من بين الجثث في الممر، كان في قائد مملوكي واحد بس قدر يكسر قاعدة الموت للجميع. الراجل ده هو أمين بيك. الأسطورة بتقول إن أمين بيك كان متأخر في الطابور أو في مؤخرة الموكب، ولما شاف الجحيم فتح أبوابه والرصاص بيحصد زمايله، بص حواليه لقى الباب مقفول من قدام وبنادق الأرناؤوط سد طريق الرجوع من ورا. أدرك إن مفيش أي مخرج بشري من التابوت ده، فقرر ياخد قرار انتحاري ومجنون في تسر من الثانية، لأن الموت كده كده داي. سحب لجام حصانه بعنف وضربه بالكرباج بكل عزم ما فيه، ووجهه ناحية نقطة في سور القلعة بتبص على ميدان الرملية الهاوية من بره. وبصرخة رعب ويأس نط بالحصان في الهواء من فوق السور العالي. الجاذبية سحبت الحصان لتحت عشان يرتطم بالصخر ويتهشم ويموت في ساعتها، بس أمين بيك بفضل لياقته أو معجزة إلهية قدر يفك رجله من الركاب وينط من على ظهر الحصان قبل لحظة الارتطام بالأرض. خد خبطة قوية بس قام ونفض التراب والدم وخدها جري واختفى في دروب القاهرة، ومنها هرب على الشام ومرجعش مصر تاني أبدا. وبالمناسبة، رغم ان بعض المؤرخين بيقولوا ان أمين بيك ما كانش حاضر العزومة من الأساس وانه هرب قبلها، إلا ان مشهد القفزة بالحصان ده طبع في ذاكرة المصريين وبقى هو الأيقونة اللي بتلخص رعب اليوم ده. نرجع بقى لصاحب العزومة. في الوقت اللي الممر كان بيعوم في بركة دم، محمد علي باشا كان قاعد جوه قاعة العرش بتاعته. يقال ان الباشا رغم جبروته كانت أعصابه مشدودة جدا لدرجة ان طبيبه الخاص جاب له كوباية مية عشان يهديه، وكان سامع أصوات الرصاص والصريخ اللي بيهز جدران القلعة، لحد ما الباب خبط ودخل عليه قائد حرس الأرناؤوط، وطى راسه في الأرض وقال له جملة واحدة: الأمر قضي أفندينا، المماليك بقوا من الماضي. محمد علي قام ومشي بخطوات بطيئة ناحية الشرفة وبص لتحت، شاف جثث 470 قائد مملوكي اللي كانوا مكدرين عيشته ومنعين عنه النوم، متكومين فوق بعض زي الحطب. في اللحظة دي محمد علي خد نفس عميق جدا وابتسم ابتسامة هادية كلها انتصار. عرف ان الليلة دي رغم دمويتها وبشاعتها اللي ملهاش وصف، هي الليلة اللي اتكتبت فيها شهادة ميلاد مصر الحديثة. عقبة المماليك اللي جثمت على صدر البلد 600 سنة انتهت للأبد،
والكرسي بقى بتاعه لوحده عشان يبدأ يبني إمبراطورية قوية هتزلزل الشرق الأوسط كله بعدين. مذبحة القلعة ما كانتش مجرد حادثة اغتيال، دي كانت عملية جراحية دموية استأصل فيها محمد علي الورم المماليك من جسم مصر عشان يقدر يبني دولة حديثة وجيش قوي. بس في نفس الوقت كانت جريمة غدر بشعة بضيوف عزل شربوا معاه القهوة وائتمنوه على أرواحهم. الخلاف على اليوم ده هيفضل موجود لحد نهاية التاريخ، وهنا بيجي دورك انت عشان تقولي رأيك. هل بتشوف ان محمد علي كان معذور وكان لازم يعمل المذبحة دي عشان ينقذ مصر من فوضى المماليك ويبني دولة قوية؟ ولا بتشوف انه ديكتاتور سفاح غدر بضيوفه بطريقة ما تتغفرش مهما كانت مبرراته السياسية؟ هستنى رأيك تحت في الكومنتات وهنتناقش فيها كلها. لو عجبك الفيديو ودخلت جوه القلعة وشميت البارود، ما تنساش تخبط اللايك المتين وتعمل اشتراك أو سبسكرايب عشان لسه ملفات التاريخ المظلم مليانة حكايات هتسهرك وتلحس دماغك. أشوفكوا في حكاية جديدة. سلام.